يعني بجد بقى الموضوع بوخ قوي، الموضوع بوخ قوي بجد. مش فاهم شركة تذكرتي بجد عدم احترام مواعيد، ومفيش اي احترام للمشجع اللي داخل يحجز التيكت دوت. والموضوع مش متعلق بس بجمهور الزمالك، اي مشجع او اي جمهور ممكن يتحط في موقف زي دوت. ناس حرفيا سايبه كل شغلها، طلاب سايبه مذاكرتها، كل واحد سايب اللي وراه عشان بس نفسه يحجز التذكره، علشان برضه يعرف يظبط مواعيد شغله مع ميعاد الماتش. ما هي الناس برضه مش فاضيه، الناس وراها اشغال، الناس عايزه تشوف اللي وراها، الناس وراها اكل عيش. فالناس عايزه تظبط المواعيد ديت مع مواعيد الماتش. الناس كلها قاعده على الموقع ولا حد عارف هو في تذكره هتتحجز ولا لا. انا واحد مثلا عايز احضر الماتش، ممكن يبقى ورايا شغل، عايز اعرف انا هحضر الماتش وهلحق تيكت علشان اظبط مواعيد شغلي واظبط مواعيد حاجتي مع ميعاد المباراه، ولا خلاص كده مش هحجز. بجد عشوائيه غير طبيعيه. الناس كلها مش عارفه هي هتحضر ولا مش هتحضر، وايه سبب تاخير التذاكر، ومفيش ميعاد ثابت. وبجد كل حاجه في الكره المصريه فيها عشوائيه، من اول الميداليات بتاعت بيراميدز اللي مكتوب عليها للكره النسائيه، لحجز التذاكر، لتنظيم بطولات وتنظيم دوري وحكام. كل حاجه فيها عشوائيه، مفيش حاجه عدله تقريبا في الكره المصريه. بجد الواحد مش عارف يقول ايه، بجد والله العظيم الواحد ما عارف يقول ايه. يعني انا والله العظيم انا ماليش دعوه، بس انا يعني هو بتاسف لكل واحد سايب حاجه وراه عشان نفسه يحضر ورا الزمالك، والناس دي تعبتهم وتعبت اعصابهم. بجد انا مش لاقي حاجه تتقال على اللي بيحصل والعشوائيه اللي دايره بقالها يومين، والناس مش مقدره حجم الموضوع، ان الزمالك فعلا محتاج جمهوره في مباراه زي ديت، وانتوا عمالين تلعبوا بمشاعر الجمهور. هل بقى ورا ده في استفاده ماديه، ولا ايه سبب التاخير؟ وليه مفيش مسؤول طلع بس حاول يقول حاجه في الموضوع ده؟ انا والله العظيم ما فاهم ومش لاقي مبرر للتهريج اللي بيحصل ده. يعني المفروض حتى لو التذاكر نزلت النهارده، برضو المفروض المسؤول عن الموضوع ده يتحاسب، لان الموضوع مش عادي والموضوع مش سهل، ومش عارف اصلا ليه بيحصل كل ده على التذاكر. انا مش فاهم ومش عارف.